الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيجب على من يصلي أن يكون سفير لدينه، خاصة لرواد المساجد. إخواني، أنى لك أن تقف بين يدي رب العالمين وأنت قاطع رحمة، أنى لك أن تصلي بين يدي رب العالمين وليس عندك استقامة، أو تغش في البيع والشراء، أو تؤذي جارك، أو عاق لوالديك. فإذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنقطة الثانية بالنسبة للصوم، الصوم أيضا يجب أن يغير فينا. امتنعنا في الصوم عن الحلال، أليس الطعام والشراب ونساءنا حلال؟ بلى، لكن امتنعنا عن ذلك امتثال لأوامر الله عز وجل. فبعد رمضان يجب أن نمتنع عن الحرام. وأما الإيجابيات في رمضان، وجدناكم للقرآن تالين، وفي مساجد الله حاضرين، وفي الصدقات مقدمين، ولصلة الأرحام من الواصلين. فماذا بعد رمضان؟ فالله رب رمضان ورب شوال ورب ذو القعدة وذي الحجة ورب الشهور كلها. فلا تكن رمضانيا، كن ربانيا. وأما بالنسبة للحج، أنا دائما وأبدا أضرب مثل بالنسبة للحاج أيها الإخوة. الحاج رحلة تشبه رحلة الموت باختلاف واحد. شو الوداع؟ نروح نودع الحج، والميت في له وداع. والاغتسال، الحاج يغتسل والميت أيضا في له اغتسال. والثوب، الكفن يشبه ثوب الإحرام تماما. طيب وين الخلاف؟ الخلاف أن الحاج يعود والميت لا يعود. افتح سورة المؤمنون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الجواب الإلهي: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لكن الحاج اللي أدى فريضة الحج وعاهد الله، وانظروا إخواني معي في القرآن الكريم، ومن أوفى مش بما عاهد عليه ضمير الرفع أتى مرتين في القرآن الكريم، في سورة الفتح وفي سورة الكهف. في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال أهل العلم لعظم الموقفين. فأما في سورة الكهف، الحوت اللي هي السمكة مشوية ومعهم كذاب، كيف قفزت وأصبحت حية؟ ومن ثم كيف تركت أثر في الماء؟ فلو أتينا بأعظم سفينة العالم تمشي في عباب الماء لما تركت أثرا، لكن هذه تركت أثرا لتكون معجزة تدل موسى أين مقام العبد الصالح وهو الخضر. وأما المعجزة الثانية: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. إذا أنت بتعاهد بشر يجب أن تفي بوعدك، فما بالك برب البشر؟ فيجب أن يكون العهد والوعد مع الله هو الأقوى دائما وأبدا. وأريد أن أركز على كلمة: الحاج حينما عاهد الله ويعود ماذا يفعل؟ هل يبقى على العهد؟ فإذا ما غير أصبح التغيير سلبي بالنسبة له. وافتح القرآن الكريم قاعدة كبرى، ألا وهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووردت الآية الكريمة هذه بهذا المعنى مرتين في القرآن الكريم للتأكيد على أنه غير، الله بيغير، وإذا ما غيرت ربنا ما بيغير. طب هاي برضو لها تفسيرين: إذا كنت في معصية فغير إلى الطاعة، فإن الله عز وجل يعطيك، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وبالمعاصي تسلب النعم. وإذا كنت في نعمة وعملك صالح وأعطاك الله بزيادة فغيرت تسلب النعمة منك. إذا كنت في معاصي وغيرت إلى الأفضل هذا هو المطلوب، وإذا كنت في طاعة وغيرت إلى الأسوأ فهذا هو الأمر السلبي. إذا إخواني، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، أحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واليوم بالعلم الحديث شو أصغر جزء في المادة؟ الذرة. الذرة هي أصغر شيء.
فالله عز وجل أحق أن يعبد فلا يعبد سواه، يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. والتجارة مع الله دائما رابحة. أوصيكم وإياي بعد رمضان نصوم الست من شوال، 30 يوم في رمضان، ال10 حسنات 300 يوم، والست ضرب 10 60، 60 زائد 300 هذا العام شو بيكون؟ كامل. ومن ثم إخواني بنهي في كلمة وفي غاية الدقة من أجل التفاسير، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تفسيرها: إذا أردت أن تعرف أن عملك قد قبل في رمضان أن يوفقك الله إلى طاعة وطاعة وطاعة وين؟ بعد رمضان، فهذه علامة قبول. أسأل الله لي ولكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يرون الحق فيبصرونه ويسلكون طريقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني داع فأمن.